بكل تأكيد يعني رسالة المنظومة عبدة واضحة منذ البداية، وهي تأكيد لهذا النهج الذي يعني قدمه منذ البداية، منذ أن هزم داعش ومنذ أن هزمت المعارضة المسلحة مثل النصرة وحليفاتها. لكن المنطق هنا يختلف بتقديري. يعني الذي أوصل سوريا إلى هذه المرحلة هو النظام بداية، الذي رفض أي حل سياسي، أي استماع لدعوات التغيير والإصلاح في تلك الفترة، وكان السبب في ظهور داعش وفي ظهور معارضة مثل الموجودة في تركيا. إذن النظام أولا يتحول هذه المسؤولية، وثانيا يعني تاريخيا إذا عدنا قليلا الأنظمة الاستبدادية والمنظومات ذات النظم الشمولية التوتاليتارية مثل نظام البعث، هذه الأنظمة لا تتعامل سوى وفق منطق المركزي، منطق البوط العسكري. لا تقبل الحوار، لأن الحوار والمفاوضات هي تقول بأن يعني نهايتها، وهي تعلم جيدا يعني بأن لولا وجود روسيا، لولا وجود إيران وحزب الله لسقط النظام منذ سنوات. ولكن رغم ذلك، رغم ما فعلته قوات سوريا الديمقراطية، وتحديدا هو هنا النظام يقصد الكرد، يعني لولا ذلك لسيطر داعش على كافة يعني أغلب المناطق السورية يعني والنصرة وبقية الفصائل التكفيرية. بتقديري يعني دعوة مظلوم دكتور زارة، يعني عبدة أكد وشدد في رسالته بأنهم مع وحدة وسلامة أراضي سوريا، وهذا حقيقة ما يفند تلك الادعاءات التي أطلقت من قبل الحكومة السورية بادعاءات تقسيم وما إلى ذلك. يعني كيف ستصل هذه الرسالة إلى الأطراف الفاعلة على الأرض السورية، وهنا أقصد الدول روسيا وأمريكا؟ نعم، يعني المشروع الذي قدمه الكرد أو قسد أو الإدارة الذاتية هو المشروع الوحيد الذي يحافظ على سوريا كوحدة، أي المشروع الفدرالي لسوريا. يعني الدولة المركزية التي يدعيها النظام هي الدولة هي التي قسمت وستقسم سوريا. يعني مثلا النظام هو الذي أدخل إيران وحزب الله، هو الذي أدخل روسيا من جهة، من الجانب الآخر النظام المعارضة هي اللي استخدمت المحتل التركي. أي المشاريع التي تقدمها هذه الدول، دول أستانا، هي عمليا من تقسم سوريا. يعني النظام يشارك في تقسيم سوريا بإصراره على هذا النهج. لكن النظام يدرك جيدا بأن ورقة الحل النهائي ومصير سوريا في النهاية سيتكون بيد روسيا وأمريكا، ولن يكون هناك دور حتى للنظام في الحل النهائي. لكن رغم ذلك النظام يتعنت في الإقرار بالواقع الموجود ويصر على منطقة الحل العسكري، حتى يعني وفد النظام الذي يذهب إلى جنيف ويقدمه باسم الوفد الوطني، يعني شعارات خرقاء لا تمت إلى الواقع بسهولة. وحدة سوريا أرضا وشعبا كما يدعي النظام، هي عمليا في أستانا مخترقة ومقسمة. يعني هذا تناقض واضح، على العكس من ما يحصل في المناطق الكردية، أي في مناطق شمال شرق سوريا. هو المشروع الوحيد الذي يقدم الصورة النموذجية الديمقراطية لمشروع سوريا لا مركزية سياسية، سوريا فدرالية. يعني المكون الكردي الأساسي هناك مع المكونات، مع المكون العربي والسرياني، كل هذا النموذج الذي يقدم نموذجا للحل العام في سوريا. هو بالتقدير سيكون هذا الحل سيكون هو الذي سيفرض من قبل الدول التي تمتلك القرار في سوريا، وهي روسيا وأمريكا. الكاتب ونعم وضحت. سيكون الحل، لكن النظام بالتقدير لن يقر بأي حل سياسي سيفرض عليه بكل تأكيد. وضحت الفكرة الكاتب والأكاديمي الدكتور زارة صالح. أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من لندن.